والله والله اللي ما اكلش السمك بالطريقه دي يبقى فاته كتير قوي. السمك طعم وريحه وشكل، اقول لكم ايه، مش عارفه اوصفه بصراحه. حاجه كده جميله قوي. يلا اعملي بسرعه لايك للفيديو وتعالي بسرعه اعرفي معايا الطريقه. عيالك مش هيبطلوا يطلبوا منك. نبدا ونقول بسم الله والصلاه والسلام على نبي الله مصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. معانا هنا سمك مكاريل منضفاه كويس ونقعته هنا بقى في خل وليمون. اسيبه شويه كده بقى ونبدا في الرز بتاعنا. معانا هنا سمنه عادي جدا، ننزل عليها بالرز. نقعد بقى نشوح في الرز هنا كويس جدا. لما تفضلي تشوحي فيه كده شويه يديكي الرز مفلفل. تمام، هنا بقى شوحته كده. انزل عليه بميه عاديه جدا من الحنفيه، يعني مش ميه سخنه ولا حاجه، ميه عاديه. الميه هنا يا دوبك تغطي الرز كده، ما تكتريش الميه عشان ما يتهريش منك. ننزل هنا بقى بمعلقه الا ربع ملح كده. اغطي عليه ولما يتشرب اوطي النار تحتيه. نبدأ هنا بقى في التتبيلة الجميلة بتاعتنا بتاعت السمك. معانا هنا جزر مبشور وطماطم وراس توم كبيرة وفلفل. فلفل هنا حامي على بارد. هننزل بملح، شوية شطة صغيرين. لو الفلفل طبعا حامي معاكي بلاش الشطة. وفلفل اسمر وكمون. نحط خل وليمونتين كبار وشوية زيت. تمام كده. يبقى هنا راس توم كبيرة وطماطم وفلفل وجزر وليمون وخل وزيت وملح وفلفل وكمون. ندعك بقى المكونات كلها كده مع بعضها. هبتدي هنا بقى اجيب السمك احشي قلبه كده بالخلطة بتاعتنا. تحطي بقى على قلبه كده، في قلبه، وتحطي فوق على الوش كده شوية شطة وبرضو الخلطة بتاعته دي. تمام كده. هبتدي احطه بقى في الفرن على الصاجة على طول اللي تحت، وتغطي الصينية بتاعتك. لما يستوي السمك معاكي تشيلي بقى الغطا وتحطيها تحت الشواية. بنتي هنا معلش بقى عامله لكم هيصه. هي على طول بتقعد كده تصوت وتعمل جو كده في البيت. معنا هنا بقى السلطه هنقطعها. والسمك هنا بقى بعد ما خرج من الفرن ما بياخدش وقت خالص، تقريبا نص ساعه. ودوقي بقى اجمل سمك باجمل تتبيله. بصوا جمال. ما تنسونيش يا جماعه بلايك واشتراك في القناه وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي. بحبكم في الله. ورمضان جاي بقى ان شاء الله، انتظروني في وصفات جميله كتير. متنسونيش بلايك.
دمتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.